ما سألتش نفسك قبل كده أنا ليه قلقان؟ ليه عندي أرق في النوم ومشاكل في التركيز؟ أنا ليه بتعب كتير؟ وليه الأمراض البسيطة بتاخد مني أوقات كتيرة جدا عشان أخف منها؟ ليه عندي توتر وليه عندي قلق؟ طب ما سألتش نفسك هو ليه الأماكن الزحمة دايما الناس فيها عصبية بزيادة؟ في فيلم خرج ولم يعد لمحمد خان واللي البطل كان اسمه عطية ولعب دوره يحيى الفخراني، قرر عطية إنه يسيب المدينة ويروح للريف علشان يبيع حتة أرض عنده، ولكن أول ما وصل رغم الصعوبات اللي قابلته في البداية إلا إنه اكتشف إنه مش هيقدر يسيب المكان ده. البيوت اللي مبنيه من الطين والخشب والطرق اللي كان صعب عليه يمشي فيها من الاول تعامل معاها وبقى جزء منها. بس ليه؟ في دراسات بتقول ان العيشه في بيئه طبيعيه بتحسن كتير من التركيز، بتخليك دايما في عندك هدوء كده، في سكينه، وبتقلل التوتر طبعا. في سنه 1984 عالم الاحياء الامريكي ادوارد او ويلسون قال في كتابه بيوفيليا ان البشر عندهم ميل غريزي للتواصل مع الطبيعه والكائنات الحيه. اتعمل دمج من المهندسين المعماريين للمفهوم ده باسمه التصميم الحيوي او البيوفيليك ديزاين، وده ببساطه اسلوب بيعتمد على دمج العناصر الطبيعيه في البيئه المبنيه اللي بيعيش فيها الانسان. المواد المصنعه زي الخرسانه ما فيهاش روح، ودي مواد المدن، انما المواد اللي هنا تحس انها بتتنفس. كل حاجه حواليك معموله بمواد طبيعيه بتحسن الصحه النفسيه وتحسن صحته بشكل عام، بتقلل التوتر والاكتئاب، بتعزز الانتاجيه والابداع، تحسن جوده الهواء، وبتعزز الراحه البصريه وارهاق العين. كل ده بقى في التصميم البيوتي. ازاي يتم دمج البيئه الطبيعيه بالمدن؟ اول مشاهد الفيلم كان بيمشي عطيه بين البيوت وبين عمارات كبيره، وطبقا لكلامه ان هي كلت العمارات الصغيره وقضت على الشمس اللي موجوده، في حين ان في البيئه الريفيه بيلاقي عطيه الاضاءه من كل مكان. الاضاءه الطبيعيه النهارده اصبحت توجه كبير جدا من المهندسين المعماريين علشان نقدر نعمل تصاميم توازي وتواكب فكره ان انا يبقى عندي اضاءه طبيعيه. في لقطه ثانيه بقى بتقول لك مكان الشغل بتاعه قاعد بين الورق والدفاتر ومتعلق على سلم وبيدور على حافظه ورق، بيئه لا تحفز على اي شيء سوى الخناق. شركه جوجل في مقراتها المكاتب عندهم مش شويه مكاتب كده خشب وكراسي وترابيزات هتلاقي النباتات في كل مكان عشان نحسن جوده الهواء بيستخدم خشب طبيعي علشان الخشب الطبيعي بيعمل دفء وبيعمل راحه نفسيه. هو بيحاول يخلق بيئه تساعد الموظف على الانتاجيه. يعني الفكره عندهم ازاي اعمل عالم محفز للابداع رغم الصعوبات اللي قابلت عطيه من حيث النومه، من حيث القعده، من حيث الاكل المختلف، لانه في احد اللقطات خرج من بيته بدري وراح اتمشى في الزراعات بدري جدا، وبعدين في الاخر المشهد بينتهي انه قاعد في الارض ساند على شجره بيتامل اللاشيء وبيفكر في اللاشيء، هوا وسما وحياه بدون ضغوطات. هنا مثلا لو صحيت الصبح بدري كده وسمعت صوت الطيور كده وهي بتغصب كده الصبح وكوبايه شاي كده في البلكونه بتطول لك اليوم ساعتين ثلاثه. سنغافورة مثلا في مثال رائع على العمارة البيوفيلية اللي هو دمج الطبيعة في التصميمات الحديثة، اللي خلى الأسطح مغطاة بالنباتات والأعشاب، والنتيجة كانت إيه؟ هواء نقي ووفر طاقة وعمل شكل جمالي، والأكيد راحة نفسية، يخلي الجو صحي أكتر، بيقلل التوتر وبيحسن التركيز، مباني بتتنفس. سنغافورة دي عايزة 10 حلقات لوحدها، لا جامدين قوي. ستاربكس مثلا اتكلمنا عنها من 4 سنين، كانت بتعمل إعادة تدوير الخشب، إنها بتحط خشب طبيعي في المقرات بتاعتها وطوب طبيعي بدل مواد صناعية. هم كان عندهم هدف إنه يخلي كل حاجة طبيعية عشان يحسسك القهوة بقى ده شيء طبيعي جاي من بنزرعه، فاللي انت ساند عليه ده من خشب بنزرعه، وعشان ما حدش بس يجي يقول لي انت انا مقاطع، بس انا ايه بقول انه شيء بالشيء يذكر، ده تصميم معماري، نتكلم تصميم معماري. بس سيبك بقى من كل ده، عندك منطقه المعادي في القاهره، منطقه محفزه على الرياضه، منظر الشجر وانت بتجري فيها الصبح بيبقى مهيب. مشهد تاني بيقف عطيه قدام الترعه وبيتامل في الترعه، معرفش ايه فتسال نفسك ايه يعني ايه عارف الاسكندرانيه ليه بيحبوا يرجعوا اسكندريه مهما لف؟ وسكان النيل في القاهره انت اعمل فيه اي حاجه الا انك تنقل سكنه من النيل. ارتباط الناس بشيء طبيعي بالقوه دي زي البحر او النيل مصدر قوي لاي شيء. حتى النهارده في تصميم اي مول في اي مدينه جديده روح بص هتلاقي دايما في نافوره وعروض النافوره الراقصه والكلام ده. ليه؟ لازم يكون في مصدر ميه. دايما عايز يبقى ليك حاجه هنا، دايما عايز يبقى ليك اساس هنا. هو الطبيعه عموما مش حكر على الريف، المدن الكبيره اصلا بدات ترجع للاصول دي. في مدن في كندا وكاليفورنيا مثلا في امريكا بتستخدم البناء بالخشب، وده ليه؟ ده للعادات، لان الخشب كتير هناك، الغابات كبيره فالخشب كتير ورخيص. انما الحقيقه هي بتواجه تحديات، لانه ازاي اقدر اعمل ماده زي الخشب وفي نفس الوقت انا في مدينه بتشتعل، فازاي اقدر احمي المدينه؟ فهي تحديات كبيره. بص بلاش قرى، بلاش كاليفورنيا، بلاش كندا. مش دايما تسمع ان مدينه دهب ليها سحر ومختلف عن اي حاجه تانية. دهب عباره عن ايه؟ جبال، طرق وعره، وبحر. مدينه دهب بتتنفس من اتصالها مع الطبيعه. ما فيش حاجه بتيجي كده، ما كل حاجه ليها سبب. فتلاقي الناس رايقين ومنسجمين. ومش بس دهب، حتى الواحات البحريه والواحات الداخله والخارجه والفرافره وسيوه. وفي سيوه في فندق ادرير اميلال اللي يعتبر اكنك خدت رحله زمنيه ورحت بزمن ما فيهوش كهرباء ولا واي فاي ولا نت. الغرف مبنيه من الطين والملح كانها طالعه من قلب الارض، والدنيا بالليل بتنور بالشموع، بتديك احساس بالامان.
امان كانك في فيلم قديم، كل حاجه حواليك بتقول لك ايه ده، الدنيا مش مستعجله، حتى الاكل هناك طبيعي 100%، وكل حاجه طبعا بتتاكل في وقتها. بالليل بقى لما الشمس بتغيب والنجوم بتطلع في الصحراء كده وبتقعد جنب النار، يعني بتديك جو عام كده بتحسسك قد ايه انت لازم تسترخي. والحقيقه ان مع كل الدراسات والمقالات دي ما كانش هيكون في نتيجه قوي بدون ما يبقى في مشاريع حقيقيه نجحت وقدرت تغير من وجهه نظر العماره، ودمجت الطبيعه بذكاء في التصميم، فخلقت مساحات اكتر راحه واكتر امان واكتر قدره على الابداع واستدامه. وبعدين هي الفكره مش في اختيار ماده، مش ان انا استخدم خشب، الفكره في التحدي ان ازاي اوظف الماده. احنا مش محتاجين نعيش في الريف علشان ناخد التجربه الطبيعيه، احنا محتاجين ناخد خلاصه تجارب وخلاصه العماره وخلاصه الطبيعه عشان نقدر نعيش بسلام. المعماريين بقى في العالم كله تلاقيهم بيجروا ورا اي نظريه بتقول لك انا دي النظريه كيف تريح الانسان في 3 خطوات، يجروا يعني لا نعمل تصميم يريح الانسان. المعماريين الكبار بيتعبوا جدا وبيلاقوا نظريات قويه جدا وبيطبقوا عليها، فانت ممكن تعمل لهم لايك او تشترك على القناه. دلوقتي بقى المدن بدات تفكر، العلماء بداوا يدرسوا، الشركات العالميه بدات تتحرك، فاحنا لازم نسال نفسنا سؤال، هو لو العالم بيرجع للطبيعه فاحنا فين؟ هنرجع معاهم؟ ما تنساش تدعي لاخواتنا في سوريا واخواتنا في لبنان واخواتنا في السودان واخواتنا في فلسطين، ملناش الا بعض في الاخر. كنت معاكم انا محمد فريد وده معماريين. كان في حد قال لي جه من مني حاطط مصر هنا لقى زحمه وناس بتجري ومبقاش عارف ناس تجري ليه. انا نفسي بجري في القاهره زياده عن اللزوم، انا هجري من مواصلات عربيات، فهنا الطريق هادي، مش هحتاج اجري بقى.